كانت بتنشر الغسيل في البلكونة وفجأة لقت مية لونها أحمر نازلة على الغسيل من بلكونة الشقة اللي فوقيها. ولما ركزت شوية لقت الهدوم كلها غرقانة دم مش مية، وبتنقط على الغسيل من فوق علشان يتصلوا على الشرطة اللي بتيجي وتتفاجئ بأغرب جريمة ممكن تسمعوا عنها في حياتكم. وتبدأ الحكاية بصفية على الساعة 10 الصبح خرجت علشان تنشر غسيلها الأبيض على حبل البلكونة، وفجأة لقت مية بتنقط من البلكونة اللي فوقيها وكان لونها أحمر. وبعد ما ركزت شوية لقت اللي بينقط من فوق ده دم مش مية أصلاً. فخرجت جري من شقتها وطلعت على الشقة اللي فوقيها وقعدت تخبط وترن الجرس، بس محدش رد عليها لحد ما لقت جارتها اللي كانت ساكنة قصاد الشقة بتفتح الباب بتاعها وقالت لها إن الست أحلام صاحبة الشقة اللي بتخبط عليها خدت عيالها الصبح ومشيت وسافرت على البلد، واحتمال تقعد هناك شوية ومش هترجع دلوقتي. ساعتها الست صفية مرضتش تقول للجارة على الدم اللي بينقط على غسيلها من البلكونة وتكبر الموضوع، وفي الآخر ممكن يطلع غير اللي في دماغها. بس لما نزلت صفية تكمل نشر غسيل اتصدمت من منظر الهدوم اللي بقت حرفيا كلها غرقانة دم من اللي كان بينقط من فوق. في اللحظة دي قررت تروح تصحي جوزها اللي لما شاف الغسيل جري على طول يكلم الشرطة وقال لهم الحقونا في قتيل في الشقة اللي فوقينا. والشرطة لما وصلت والجيران قالوا لهم على الشقة كسروا الباب، وأول ما دخلوا بدأوا يشموا ريحة فظيعة بشكل مش طبيعي، وفضلوا ماشيين ورا مصدر الريحة ولقوها جاية من بلكونة الصالة. وأول ما فتحوها لقوا جثة مرمية على الأرض لراجل عمره ما بين 30 و 35 سنة، ومرمي جنبه سكينة وشرايين ايده الشمال متقطعة والدم كان خارج منه بغزارة ورايح على مزراب موجود في البلكونة، وهو ده اللي كان بينقط عليهم من فوق. في الوقت ده الشرطة ندهت على الجار المبلغ علشان يتعرف على الجثة، وقال لهم ان ده جاره الأستاذ سعيد اللي كان في آخر أيامه حاله اتدهور خالص واتغير من راجل صاحب وظيفة في إحدى المستشفيات الحكومية وكان عنده محل موبايلات شغال فيه وقريب من البيت لواحد مضيع وقته على ألعاب الأمور. في الوقت ده حضر فريق البحث الجنائي وفريق من الطب الشرعي، ومن المعاينة الأولية قالوا إنه ممكن يكون أستاذ سعيد هو اللي اتخلص من نفسه، لأنهم عرفوا من بعض الشهود إنه استلف فلوس من طوب الأرض وكان مديون للناس اللي حواليه بال1000 وال2000 وال10000 كمان. ولما الشرطة سألت إيه اللي خلاكم تسلفوا الفلوس دي قالوا إنه أستاذ سعيد كان بيقول لهم إنه دخل مشروع جديد وبيجمع مبلغ كبير وكان متفق معاهم إنه هيسدد على آخر السنة، بس للأسف اكتشفوا إنه سعيد كان بيراهن بيهم في ألعاب إلكترونية وكان عنده أمل يرجعهم الضعف، لكن الحرام والطريق ده آخرته وحشة. وتم نقل الجثة للمشرحة لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وهل فعلا سعيد اتخلص من نفسه ولا في شبهة جنائية. وبعد كده الشرطة استدعت مرات سعيد وكان اسمها أحلام، ولما دخلت علشان يتحقق معاها ما كانش باين عليها علامات الزعل نهائي وكانت هادية جدا وبترد على الأسئلة بكل برود ومن غير خوف. وبدأ الضابط يسألها عن موت جوزها وهل فعلا ممكن يكون هو اللي اتخلص من نفسه، وساعتها كان ردها إنها كانت متوقعة نهايته بالشكل ده وحذرته كتير يبعد عن القمار، بس كانت دماغه ناشفة والفلوس غيرته وتحول من بني آدم عادي لوحش مش شايف غير نفسه، لدرجة إن هو نسي 15 سنة جواز وعشرة واتجوز عليها بعد ما استحملت معاه قرف السنين دي كلها. وبكده هو فكر في نفسه ويستاهل النهاية دي. وطبعا كل الجيران أكدوا على كلام مراته إنه اتخلص من نفسه بسبب الديون بسبب لعبة القمار. بس رغم كده الشرطة بدأت تعمل تحرياتها واكتشفت حاجة غريبة جدا، إن سعيد عنده حساب في البنك فيه مبلغ 10 مليون جنيه، يعني كان ممكن يسدد الفلوس اللي عليه وبقى معاه فلوس كتير يعيش منها كمان، لكنهم اتفاجئوا ان الفلوس اللي موجودة في حسابه اتحولت لحساب تاني وكان الحساب ده باسم أحلام مراته. وهنا بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد ان مطرح الجثة كان فيها علامات قدم شخص تاني، وكمان السكينة المستخدمة في الجريمة عليها بصمات برضو لشخص تاني. وتبدأ المباحث تفرغ الكاميرات المراقبة الخاصة بالعمارة علشان تكتشف ان في شخص ملثم دخل العمارة الساعة 3 الفجر، وبعد دقايق الشخص ده خرج تاني، وعلى 6 الصبح خرجت أحلام مرات القتيل وكان في عربية مستنياها قدام العمارة ركبت فيها ومشيت معاها. والمباحث قدرت تجيب أرقام العربية واكتشفوا إنها تخص شخص اسمه عماد لطفي، وده بقى يبقى طليق واحدة اسمها خلود جمال وتبقى مرات سعيد التانية اللي قالت عليها أحلام مراته الأولى.
وبكده القضية بدأت تاخد منعطف تاني وتحولت لجريمة قتل، علشان الشرطة تروح على شقة خلود وتستدعيها. بس الصدمة هنا لما راحوا قعدوا يخبطوا على الباب بس محدش رد، والجيران ساعتها أكدوا إنها ما خرجتش بقالها كام يوم، علشان يبدأوا يكسروا الباب. وأول ما بيدخلوا بيشموا ريحة وحشة جدا، علشان يتفاجئوا بخلود هي كمان مقتولة جوه أوضة النوم بنفس الطريقة اللي مات بيها سعيد. وبكده في 2 متهمين في الجريمة دي، أحلام مرات سعيد وعماد طليق خلود، علشان تبدأ المباحث رحلة البحث عنهم هما الاتنين بعد ما اختفوا، ويتفاجئوا إن هما كانوا بيحاولوا يهربوا ويخرجوا برا البلد، وتم فعلا احتجازهم في المطار والقبض عليهم عشان يحققوا معاهم. وبدأت أحلام تعترف وتقول: قبل الجريمة بشهر لاحظت على جوزي سعيد التغيير، وما بقاش يروح الشغل خالص ولا حتى بينزل المحل بتاعه، وطول الوقت قاعد على الموبايل بيلعب لعبة عاملة زي الطيارة. ولما حاولت أسأله أنت بتعمل إيه ما كانش بيرد عليا. وفي يوم وأنا قاعدة على موبايلي شفت شاب بيتكلم على ألعاب القمار الإلكترونية، ولما شفت اللعبة لقيتها نفس اللعبة اللي كان بيلعبها سعيد، وساعتها اتأكدت إن هو اتجه للقمار. ولما حاولت أواجهه اتهرب مني وضربني، وبعد فترة بدأ ينزل الشغل تاني ويبات برا البيت، وكانت حجته دايما إن عنده شغل وبيسافر له، وطبعا دي مش عادته وعمره ما عملها قبل كده. في الوقت ده شكيت فيه وبدأت أراقبه، ولقيته بيطلع عمارة غريبة، وعرفت إنه اتجوز واحدة عليا اسمها خلود اللي اتطلقت من جوزها عشان تتجوز سعيد. وقدرت فعلا أتواصل مع عماد طليقها، وعرفت منه إنه هو عايز ينتقم منها زي ما أنا عايزة انتقم من سعيد، واتفقنا احنا الاتنين هو يقتل مراته وأنا أقتل سعيد. بس ساعتها ما كنتش أعرف إن سعيد عنده الفلوس دي كلها، واتصدمت لما عرفت إن عنده حساب في البنك لما جات له رسالة على موبايله وشفتها بالصدفة. وبعد ما كنت هتراجع عن فكرة القتل واتصل فعلا على عماد والغي الفكرة، بعد الرسالة اللي شفتها أصريت إني أتخلص منه، لأنه راجل ندل وكان لازم يموت، لأنه خاين واتجوز عليا وكان حارمني أنا وأولاده ومعيشنا في ديون وجمعيات، حتى دروس العيال ما كنتش بعرف أدفعها، وكان دايما بيشتكي كل يوم من قلة الفلوس وبيطلب مني أستحمل معاه. وقالت كمان المفروض محدش يحاسبني على اللي عملته أبدا، وتسيبوني أعيش أنا وأولادي نتمتع بفلوسه. وبعد اعترافاتها هي وعماد تم إحالتها لمحكمة الجنايات، واتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام، وتم تحويل الفلوس لحساب القُصّر بعد تعيين وصي عليهم لحد ما يبلغوا سن 21 سنة. وبكده انتهت أسرة كاملة وأولاد اتيتموا بسبب لعبة قمار وبسبب الطمع.